قبل ما تبدأ فيديو النهاردة، دي النتيجة اللي تحصلنا عليها لما جينا زودنا عدد المتابعين العرب الحقيقيين المتفاعلين المجانيين من تطبيق النهاردة لزيادة المتابعين على التيك توك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة ان شاء الله، طبعا انا قلت لك في البداية مش محتاج ان انا اكتر عليك كلام. لو كنت عايز تشتري متابعين تقدر انت تشوف الفيديو اللي جاي ده، هيوضح لك كل حاجة. ايا كانت المنصة اللي عايزين تزودوها، انزلوا تحت في اول تعليق مثبت هتلاقوا اول رابط، اضغطوا على الرابط ده، رابط واتساب. طب رابط الواتساب ده فايدته ايه؟ رابط الواتساب ده فايدته انك هتلاقي 2 خدمة عملاء، واحد الصبح وواحدة بالليل، يعني عندك 24 ساعة خدمة. بعد كده بتبدأ ان انت تتواصل معاهم بعد الضغط على الرابط والدردشة على المنصة او الخدمة اللي حضرتك حاببها او اللي حضرتك حباها، من خلال زيادة المتابعين او زيادة الاعجابات لجميع منصات السوشيال ميديا. وكمان بتحدد الدولة اللي انت حاببها، عايز بقى من مصر، عايز عرب عموما، عايز اجانب. وكمان متاح طرق دفع كتيرة جدا. حابين ان انتوا تعرفوا العروض والاسعار من خلال الواتساب، هتلاقوها في اول كومنت مثبت كرابط، تضغطوا عليه ويروحوا على الواتساب. عايزين بقى على تليجرام كمعرف، تضغطوا على المعرف او ايا كان، ممكن تاخدوه كوبي وتروحوا على التليجرام تتواصلوا مع رابط التليجرام. على التليجرام برضو موجودين 24 ساعه زي الواتساب بالظبط. صلى على النبي واذكر الله عشان ربنا يبارك لنا في اللي احنا بنعمله. وما تنسوش ان كل الروابط مباشره في اول كومنت مثبت. انا عايز ان الدنيا تجري كده بينا عشان نخش على شرح فيديو النهارده. يلا بينا. واحد دلوقتي في الكومنتس هيقول لي سريع قوي انت يا بيدو. يلا يا عم الحاج يلا. اول حاجه طبعا انا بعيد تاني ان دي الاكونتات اللي جات لي، وفعلا معظمها عراقيين يعني، تمام. حتى لو دخلتم وشفتم اسماء الاكونتات والصفات هتلاقيها عراقيه كلها، فحبايبنا العراقيين تحياتي ليكم. دي اول حاجه. طبعا الحسابات لو دخلت عليها فعلا هتلاقيها حسابات عرب، مفيش اجانب. هو اصلا احتلال في التطبيق ده احتلال العرب بس، ومعظمهم عراقيين زي ما اتكلمت. اول حاجه هنبدا ان احنا نحمل التطبيق اللي المفروض بيخدم لنا النقطه بتاعت زياده المتابعين دي. طيب هنحمله منين؟ اولا لو حضرتك هتحمله فهتحمله من اللينك اللي في اول كومنت مثبت. طب لو انا اللي هحمله، انا هحمله من على جوجل بلاي. من خلال الجوجل بلاي ببدا ابحث عن اسمه اس ام بلس تقريبا، بلس مكتوبه غلط بس هي بلس، اس ام بلس، تمام. طيب مبدئيا كده انا هسجل خروج علشان تفهم الدنيا معايا وتعرف انا بتعامل معاه ازاي. اولا هضغط على كلمه تسجيل الخروج. طبعا عندي كذا منصه، بس اللي انا مهتم بيها هي التيك توك، فهبدا ان انا اختار التيك توك، وابدا ان انا اخد اليوزر نيم اللي المفروض انا هتابع بيه، لان انا بتابع ناس مقابل ان انا اخد عدد من النقاط. اوكي، فببدا ان انا اخد اليوزر ده واسجل بيه على التطبيق اللي حضراتكم المفروض شايفينه. بعد ما بحط اليوزر نيم في المكان ده، ببدا ان انا اضغط على العلامه اللي هي اللي اسمها كونتينيو او العلامه اللي تحت دي علشان ادخل بعدها على التطبيق، اللي من خلاله هيقول لي اتبع واحصل على 5 نجوم. طبعا هنا في اوبشن ان حضرتك بتخش تعمل متابعه للشخص اللي المفروض هتخش له كده بالفولو، وبعد كده الشخص ده انت بتاخد منه عدد من النقاط. عدد النقاط ده انت بتجمعه علشان تزود عدد المتابعين. اتمنى تكون او تكوني فهمتم الامر كامل. اوكي، طبعا انا لو الفيديو ده جاب لايكات وبدأ ان الموضوع يبقى كويس والاقي فيه اهتمام، انا هفلش لك التطبيق ده. طبعا انت بتعمل بقى فولو للناس كده وبترجع تاني خطوة لورا، وبعد كده تأكد بتلاقي ان العدد اتضاف لك وهكذا. فانا معايا 15 نقطه دلوقتي، من المفترض ان انا انا جمعت 500 نقطه. والله ده من التفليش اللي انا المفروض هشرحه لو الفيديو ده جاب عدد لايكات كويس، وعلى الاقل يا عم عملت شير بشكل واضح وسريع علشان الفيديو يجيب مشاهدات اكتر. اولا انا هزود 100 متابع بال 500، وال 100 كلهم ريل، كلهم حقيقيين فعلا. الناس بتتابعك علشان هي خلاص هي تابعتك. لو لغوا الفولو هم هيتحذروا من التطبيق، علشان تبقى فاهم. تمام. زي ما حضرتك شايف كده، انا زودت 10 متابعين قبل كده للتيست، وبعد كده زودت 100 متابع برضو قدامك هتشوفهم بعد ما يزيدوا. تمام. لو كده دخلت على الاكونت بتاعك على التيك توك وجيت حدثت الصفحة بالشكل ده، هتلاقي ان العدد بدأ يزيد. عندك المتابعين اهي، بدأ في متابعتك الان، ومعظمهم يعني عراقيين زي ما انا قلت لك اهو، كلها الان. حدث الصفحة تلاقي ان العدد بدأ يزيد. وبجد التطبيق ده استغله قبل ما يقف، قبل ما خلاص يعني يقول لك انا مش موجود، او ان انا مش متاح في بلدك، او ان انا بقيت بفلوس. كل الكلام ده انت اهم حاجة ما توصلش ليه. يعني حاول تاخد كل الاستفادة منه علشان الدنيا تمشي معاك كويسة ان شاء الله. تمام. ده بالنسبة للتطبيق بتاع التيك توك. طب يا بيدو انت كلمتنا على الانستجرام وقلت لنا هجيب لكم تطبيق تاني او منصة تانية. هقول لك خش معايا كده على المنصة اللي جاية دي، كنت شرحتها قبل كده بس ده دومين مختلف. هتخش كده على التسجيل. المفروض انت لو عايز تزود متابعين على الانستجرام بتخش من المكان ده كده، بتحط اسم المستخدم الوهمي او المراد الزياده اليه. المفروض ان انت بتحط وهمي علشان
ما تبداش تحط معلوماتك الاساسيه في موقع يكون معاه معلوماتك الاساسيه، بس عشان ده للناس اللي بتسال كتير قوي في الكومنتات. تمام. انا بعد ما اسجل بالحساب الوهمي او الغير اساسي ببدا ان انا ادوس على عدد المتابعين او الخانه بتاعه الفولورز. تلاقي خانه الفولورز معاك كده بالشكل ده. المفروض ان حضرتك بتضغط على العلامه الخضراء دي علشان يبدا انه يزود عدد المتابعين عندك في الحساب. اوكي. طبعا بتنتظر الوقت طبعا المتبقي علشان الدنيا تمشي معاك وتلاقي ان الموضوع ناجح معاك نسبيا. اوكي. طبعا بتخش على الانستجرام بالشكل ده وبتلاقي ان العدد زاد معاك بكل سهوله وبكل بساطه. ده لو كان عدد متابعين. لو كان عدد لايكات برضو بيزيد معاك بكل سهوله وبكل بساطه. ده بالنسبه للموقع الاول. ده تقدر تجربه وتقول لي رايك علشان الدنيا تظبط معاك ان شاء الله. طبعا الحسابات زي ما انت شايف كده حسابات كويسه، ما فيهاش اي حاجه خارجه، ما فيهاش اي حاجه يعني صور مش حلوه او حاجه. هتلاقي ان الدنيا يعني كويسه معاك ان شاء الله. ده اول موقع. تاني موقع برضو كويس بس برضو بحساب وهمي. دي عيوب الحاجات اللي انا بشرحها او المواقع اللي بشرحها. هتحط هنا اسم المستخدم والباسورد للحساب اللي المفروض هو وهمي، هو مش حساب حقيقي اوريدي. اوكي. بتضغط على اللوجين سيستم، بتسجل، بعد كده بيجي لك الواجهه اللي بعدها وهي واجهه زياده عدد اللايكات او المشاهدات او المتابعين او لايكات التيك توك. لو كنت حابب تزود لايكات التيك توك، وانا عندي هنا لايكات انستجرام ومتابعين، فاختار المتابعين واضغط على فايند يوزر بعد ما الصق اليوزر نيم بتاعي اللي هو المراد الزياده اليه. طبعا بحط الكاونت فولورز او الفولورز كاونت عشان ازود عدد المتابعين. طبعا هنا قال لك يور اوردر هاز بين سكسسفولي، فهنا بدا يزيد المتابعين عندك في الاكونت. ودي كانت نهايه فيديو النهارده. شكرا جدا على المشاهده. السلام عليكم.